فتح غرفة العمليات ب 4000 جنيه. الباب بتاعها كان معصلج مثلا، واجرته 4 فتوات، وكان اكلهم وشربهم واقامتهم عليكم. السلام عليكم. لو سمحت، انا كنت عايز بس اتناقش مع حضرتك شويه، بس في الفاتوره. استلمتها. بس انا في شويه بنود مش فاهمها. بعد اذنك. في بند اللي هو اجر الطبيب ده مفيش مشكله فيه، لان احنا كده كده متفقين مع الدكتور من قبل العمليه على الاجر ده. هو غرفه العمليات. يعني انا مش فاهم، هو غرفه العمليات مش تبع المستشفى ولا انتوا بتأجروها ولا ايه بالظبط؟ واحد واخدها وبيأجرها لكم. وفي فتح غرفه العمليات ب 4000 جنيه. الباب بتاعها كان معصلج مثلا، واجرته 4 فتوات، وكان اكلهم وشربهم واقامتهم عليكم. وفي بند 5000 جنيه قطن. انا بقى عايز افهم، هو انا جايب والدتي اعمل لها عمليه ولا ده تنجيد بتاع عروسه؟ يعني الوجبه واقفه ب 800 جنيه ليه حضرتك؟ الوجبه كانت عباره عن ورك فرخه وشويه رز وشويه بطاطس. الحاله الوحيده اللي تخليني اقتنع ان ورك الفرخه يوصل ل 800 جنيه، ان الفراخ بتاعتكم انتم مربينها على المكسرات. دي فراخ تصحى الصبح تاكل فستق وبندق، وبتتغدى جوز ولوز، وبتتعشى عين جمل. ده سعر 20 لتر دم. هو انتوا نقلتوا لوالدتي 20 لتر دم؟ يعني ده هي لو جايه ما عندهاش ولا نقطه دم، يعني هتاخد كام؟ 4 لتر دم، ولا هي كانت زي المصفى بتسرب؟ وفي حضرتك بند معدات طبيه، انا ليه حاسس ان بنت الدكتور بتتخرج واحنا بنشارك بنجهز لها عيادتها؟ عندك حق يا فندم، انا المفروض ما اتعصبش خالص واكون بشوش. انا واحد جاي اعمل لوالدتي عمليه المراره، هطلع من المستشفى انا عندي القلب، وجاي ادفع دم قلبي كله عادي يعني. هو ايه اللي هيعصب؟ صح حضرتك؟ يعني اطلع من هنا على السجن صح؟ المفروض حضرتك بتقول لي خليك بشوش. مستشفى حراميه.